الاشتراك بقناة سيد عسكر يساعدنا على الاستمرار. مشاهد لا تصدق، السدود انهارت والبيوت انجرفت مع سكانها، والسيول ما زالت تأخذ كل شيء في طريقها بعد فيضان كارثي للأودية. غادرت اليونان لترمي بثقلها في ليبيا، تحديدا بمدن شمال ليبيا المطلة على البحر المتوسط، وتسببت بهطول أمطار غزيرة غير مسبوقة وسيول جارفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وخلفت خسائر مادية لم تكن في الحسبان. للأودية أسقط 2000 قتيل على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، إلى جانب آلاف المفقودين ممن جرفتهم السيول إلى البحر، ما حدا بالحكومة الليبية توجيه نداء استغاثة لكل العالم والمنظمات الدولية والمحلية، مع إعلان درنا التي تضم 100,000 نسمة منطقة منكوبة، لجانب حظر التجول وإغلاق المدارس في مكان يبدو أن الإعصار أجهز فيه على كل شيء.